السلام عليكم. سميتي مصطفى جبير، وان شاء الله اليوم غادي نبداو دروس ديال الفرنسيه بالدارجه. وهذا الدرس غنهديه لبنت اختي فردوس، لانها هي اللي كانت عندها الفكره باش ان شاء الله نديرو دروس الفرنسيه. الناس اللي عندهم مثلا رغبه باغيين يتعلموها وعندهم مشكل مساكن انهم يقراوها، فعلى اي فحنا ان شاء الله في هذه السلسله تاع الدروس الفرنسيه نديرو بحال في بيت واحد، يعني خوت وخواتات، يعني أسرة واحدة، وكنحاولوا نتعلموا من بعضنا البعض. فالكمال لله سبحانه وتعالى، فاحنا كنا كنتعلموا. اللي عارف فينا شي حاجة يحاول يعلم الآخر، وهكذا إن شاء الله. فعلى أي فالفرنسية إن شاء الله غنبداوها بواحد الطريقة كما قلنا، طريقة بسيطة بزاف بزاف. وغنبداو مثلا باشياء اللي مثلا كان باغي نعرفوها. مثلا باغي نقول انا بغيت شي حاجه، او مثلا انا عطشان، او انا باغي نمشي ندير شي حاجه. فهادشي كلشي مثلا في الفرنسيه باش نقسموا مثلا الجمله، كاين هناك دائما اسماء وكاين افعال وكاين حوايج اخرين، مثلا بحال الحال او النعت او شيء من هذا القبيل هذا. ففي الفرنسيه كاين الاسماء ديالهم باش كيبداو مثلا بجو. فيما تلقاو هاد الجه مثلا، عرف بان الكلام عليك نتايا. كتقول مثلا جه انايا، انا باغي شي حاجه، انا شي حاجه ولا اي حاجه، تنقول جه. لا بغيت نقول انت او انتي في الفرنسيه، انت بالنسبه للمذكر وانتي بالنسبه للمؤنث تنقول تو تي تي كتقرا تو كتقرا تو. قلنا هذه كتقرا جه جه جه، والمعنى ديالها اي حاجه عندها علاقه بي انا كمتكلم. جه تو عندها علاقه بانت او انتي. il اي في الفرنسيه ال il هي هو مثلا اي حاجه غائب، مذكر غائب، مثلا خويا خالي عمي ولد جارنا، بحال كنسيبي تنقولوا il اي حاجه قلنا مذكر غائب il. بالنسبه للمؤنث الغائب مثلا بحال اختي او عمتي او جده او جارتنا، تنقول ال هي. اوكي je انا، tu انت او انتي، il هو، elle هي. بقى لنا نحن وانتم وهم او هن. فنو هذه الاسف الاخيره ما كنقراوهاش في الفرنسيه، هذه ساكته كتسمى يعني ما كنقراوهاش. تنقولوا نو هي نحن نو vous v o u s نفس الشيء، الاس في الاخيره ما كنقراوهاش. تنقولوا هو اش هو انتم بالنسبه للجمع المذكر، او انتن الجمع المؤنث. انتم مثلا كنهضر معك انتيا وخوك واختك وخالك، اش غنقول فو. كنهضر معك غير انت بوحدك، اش كنقول؟ او انت بوحدك كنقول تي. اذا كان واحد مذكر غير واحد فرد تنقول تي انت او انتي. لكن كنتو جمع مثلا بزاف ديال الناس وبغيت نتكلم معكم تنقول فو انتم او انتن. وفي الاخير بقات لنا il مره اخرى. هاد الاس في الاخيره ما كتقراش، ولكن هنايا كتعني الجمع. هنايا il هو فرد واحد بلا اس في الاخير. هنايا il بالاس في الاخير كتعني الجمع. هم يعني همايا، هم اللي كما حاضرين معنا حاليا هم. وفي الاخير كنقولوا ال بالنسبه للجمع المؤنث ديال مثلا النساء بزاف غائبات. لاحظ معايا هنايا ال هي ال هنايا بالاس، ملي كنضيف لها الاس كتولي الجمع المؤنث ال. فمره اخرى جو انا، اي حاجه عندها علاقه بانا. جو تو اي حاجه هي انت او انتي. il هو، elle هي، nous نحن، vous انتم او انتن، il الجمع هم، الجمع المذكر هم، elle هم او هن. غير فقط للتذكير، احسن حاجه
باش الواحد يتعلم اللغة، وهي يحاول يقيد المعلومات كلها مثلا في دفتر، ويقيد المعلومات ومن بعد يحفظها حفظا، فهمتي؟ فأوكي دابا هادو قريناهم دابا الحمد لله. غنديرو أول فعل في الفرنسية اللي غنبداو به، مثلا فعل يكون ساهل وكنستعملوه بزاف بزاف، بحالاش مثلا الفعل فعل avoir avoir avoir. هذا الفعل avoir avoir هو مثلا بحال ملكة، مثلا عندي، عندك، عنده، عندها، عندنا، عندكم، عندهم. هذا avoir فعل avoir في الفرنسية كيفاش كنصرفوه كيقول هكذا، تنقول جو حداها وكندير اي اي، هذا هو الفعل اي في الصرف ديالو في الحاضر اي جي. هاد جي اصلا في الفرنسيه هاد جو اي فينما تيكونوا مثلا جوج كلمات، الاولانيه الكلمه الاولى كتنتهي ب بحال مثلا جو، والكلمه الثانيه كتبدا با، في الفرنسيه كتسموا فويال. فهاد الحاله اش كنديروا؟ كنحذفوا الاولى، كنحذفوا هاد كنحذفوها وكنعوضوها بابوستروف، فكتولي هكذا، كتولي نقربوا هكذا، كتولي جي. كنحيد هاد الاو ونعوضها بابوستروف اللي هو هذا ابوستروف، كتولي جي. نحيد هاد الاو وغنعوضها باش قلنا، غادي نعوضها ابوستروف، فهكذا كتولي جي. والجي قلنا هي جو زائد الاي. فباش ما نغلطوش نحاولوا نديروها اونتر بارونتيز، يعني بين قوسين، اونتر بارونتيز جي. فكتصير لنا جي افوار، كتولي جي انا عندي جي. ومثال ديال جي عندكم، هذه ما تكتبوهاش، هذه خطا، هذه خطا، ما نكتبوهاش، نكتبوا هذه الصحيح، هذه خطا. تنقولوا مثلا نحيدها دابا حاليا هنا باش ما تلفوش. فالجي هو الصرف ديال الافوار في الحاضر، جي tu as او tu as. في الفعل افوار في الحاضر كيولي اس، tu as. هاد الاس قلنا ما كتقراش في الاخير، tu as il هو il a or او elle كنلخصوها شويه، elle a نفس الشيء، elle هذه il هذه elle هو il elle هي. nous avons فكما قلت لكم فكاين شي حوايج مثلا في اللغات من بيناتهم الفرنسيه خص على التلميذ او التلميذه او الراغب في تعلم اللغه انه يقيد المعلومات ويحفظها حفظا. نوزافون تنقولوا مثلا حنا عندنا نوزافون، هي اصلا نو افون، ولكن في الفرنسيه لو كانت الكلمه الاولى كتنتهي بالاس والكلمه الثانيه كتنتهي بفويال، بحال مثلا كتبدا بفويال بحال ا نوزافون، هاد كنشركوا ما كانش في الكتابه ما كنشركوهاش، نو بوحده وافون بوحده، ولكن في القراءه كنشركوها، تنقولوا نوزافون نوزافون. نفس الشيء هنايا vous avez هذه زاد في الفرنسيه زاد. nous avons vous avez هنايا ils ont هاد الاخيره ما كنقراوهاش، تنقولوا ان. وهاد ils ont قلنا في الكتابه متفرقين، ولكن في القراءه كنشركوها، كنشركوا هاد الاس مع او، ils ont elles ont. فاوكي غير فقط لاداء المراجعه كنقولوا قلنا لو فيرب لو فيرب هو الفعل لو فيرب، فهذا هو كتسمى الفعل. لو فيرب avoir هو الفعل، فعل avoir قلنا فعل avoir في الحاضر اللي هو لو بريزون غادي نحاول نكتبها لكم هنايا باش تعقلوا عليها. au présent في الحاضر au présent بري. كما عندي حاجه في الفرنسيه هذه في التاكس على اي، دابا نحاول نصححها من بعد. au présent قلنا لو فيرب avoir au présent هي j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. وهذا غادي يكون ان شاء الله نهايه ديال الدرس الاول، وان شاء الله غادي نحاولوا نديروا الدرس الثاني وغنضيفوا معلومات اخرى للفعل avoir. السلام عليكم.